في شهر 12 من عام 1809 وفي وسط قصر تويلري باريس كان نابليون بونابرت في ذاك الزمان هو اقوى رجل في العالم حيت قدر يسيطر على اوروبا كامله وكانوا كاع الملوك كيخافوا منه. ومال نابليون اخي باترون، واش كان باغي يبدا شي حرب مع شي بلاد ولا شنو البلان؟ لا مول المونتاج، هاد المره نابليون كان كيدوز من اصعب معركه في حياته، كان واقف قدام مرته وحبيبته الوحيده جوزيفين، كان واقف قدام كاع الوزراء والنبلاء وكان خاصو يعلن الفراق ديالهم حيت ما قدراتش تولت ليه وريث للعرش. نابليون اللي واجه الموت في مئات المعارك كان كيقرا البيان د الطلاق بيد كترعد وفيه البكيه. انا داك جوزيفين حتى هي كانت حاضره واللي سخفات وسط القاعه. نابليون بقى غارق في صمت مرعب لعده ايام من بعد الحدث، ومن بعدها دخل في اكتئاب. دونك إلا كان الراجل اللي كان كيملك أوروبا كاملة تحطم وبقى فيه الحال فاش تفارق مع جوزيفين اللي كان كيشوفها هي النصف الثاني ديالو، فشكون انت باش ما تحزنش من بعد الفراق؟ هاد الوجع اللي كتحس به أو كتحسي به راه ماشي ضعف، هاديك هي جوزيفين ديالك اللي مشات ودات معاها الإمبراطورية اللي كنتي باني معاها أو بانية معاه في خيالك. الفراق ماشي غير نهاية علاقة، الفراق هو جنازة لواحد النسخة من راسك اخي مول المونتاج. واليوم غادي نفكو هاد اللغز وغادي نفهمو علاش دماغك كيرفض ينساها او ينساه، وعلاش كتحس او كتحسي باللي الروح ديالك معذبة. وجدوا لي راسكم حيت اليوم غادي نعطيكم الحل باش تخرجوا من هاد الدوامة وتبداو حياة جديدة اللي ما تعولوا فيها على حتى واحد عاطفيا. ولكن علاش اخي الباترون هذا الاحساس يكون صعيب وقاصح حتى لهاد الدرجه؟ راه بحال شي واحد شاد قلبك وكيورك عليه بالجاد حتى كتولي تفقد المعنى في الحياه وكتبقى غير كتخمم وجالس تالف بحال ما عارفش راسك شنو. اول حاجه خاصك تعرفها وهي ان الدماغ ديالك ما كيقدرش يفرق ما بين الم الفراق وما بين الم الجروح او المرض. في 2011 العلماء جابوا ناس يلا خرجوا من علاقات عاطفيه وصوروا الدماغ ديالهم بالرنين المغناطيسي. الصدمه كانت هي ان البلايص اللي شعلات في دماغهم فاش شافوا التصاور ديال الاكس هي نفس البلايص اللي كتشعل فاش كيتحرق او تجرح بنادم، وهذا الشيء كيعني بلي الوجع اللي كتحس به حقيقي اي بيولوجي وماشي تخيلي، يعني بحال شي جرحة فعلا حقيقية عندك في الجسد ديالك. اوكي دابا اخي الباترون بغيتي تقول لي بان هاد الالم وهاد الحزن والفراغ اللي كنحس به انا دابا بحال شي جرحة حقيقية ياك؟ بالضبط. الحب في الدماغ كيشبه بزاف الادمان على الكوكايين. اي يا سيدي، كاين واحد المصنع في الداخل ديال الدماغ سميتو الفي تي اي. هذا المصنع كينتج ماده الدوبامين اللي كتعطيك الاحساس بالمتعه. دونك فاش كنتي معاها او كنتي معاه كان هو المصدر الوحيد والاساسي لهاد الماده، ونهار تفارقتو المصنع حبس لان الماده الخام ما بقاتش كتدخل. ايه دونك بغيتي تقول بحال دابا انا مدمن مقطوع عليا السلعه ياك، ولا شي واحد مبلي بشي حاجه مقطوع له ديك الحاجه اللي مبلي بها. ايه هذا هو الوصف العلمي. دماغك كيدخل في حاله كراش او انهيار كيميائي، وباش يرجع ديك الحلاوه اللي ولف كيبدا يدير شي حوايج غريبين وحمقين. اول حاجه وهي المراقبه او السوشيال ميديا ستالكين. كتدخل تشوف واش اونلاين وكتبقى جاري بشحال من واحد داير له فولو ولما ندير فولو شكون الناس اللي دخلوا عنده جداد. دماغك هنا كيبقى يقلب غير على شويه ديال الدوبامين باش يحاول يسكت داك الالم. ثاني حاجه وهي الارشيف. كتعاود تقرا كاع الميساجات وتسمع الاوديوات القدام وكتغرق في الماضي حيت الواقع ديالك بلا به او بلا بها ولا ممل وناشف. ثالث حاجه وهي الهوس. كتولي تفكر فيه 24 ساعه على 24. علاش؟ حيت دماغك مبرمج باش يحل المشاكل وكيصحاب ليه باللي التفكير الزايد فيه غادي يرجع ليه المصدر ديال المتعه. دونك سمعني مزيان، انت ماشي ضعيف وانت ماشي ضعيفه وانت ماشي مدلوله وماشي مدلول حيت كتقلبوا على بعضياتكم، انت غير مدمن والدماغ ديالك كيدير خدمته باش يحميك من الانهيار. وبيني وبينكم هذا الفهم هو اول خطوه باش تفهم الالم اللي كتحس به. من بعد الفراق سيدي انت ما كتحزنش على داك الشخص بحد ذاته. كيفاش؟ راه هي اللي توحش وهي اللي تنبغي اخي باترون. دير معايا الحل، شرح لي وريني كيفاش اخويا هادشي.
واسمعني مزيان اخاي مول المونتاج، انت كتحزن على القصه اللي ماتت ماشي على البطل اللي غادر. انت كتحزن على الروتين، داك الميساج ديال صباح الخير وديك الهضره ديال الليل اللي كانت كتعمر لك الوقت، وكتحزن كذلك على داك الاهتمام وداك الاحساس انه كاين واحد الشخص كان كيسمع ليك ويهتم بيك، وايضا كتحزن على الامان وداك الاحساس باللي مستقبلك كان مضمون ومبني معاه. دونك نهار كيمشي كتمشي معاه هاد المنظومه كامله اللي كنتي باني معاه في الخيال ديالك او في دماغك بالاحرى، وكتولي بحال شي واحد كان عايش في قصر وفجاه لقى راسو في الزنقه والبرد كيضرب فيه. مالك ما كداير. الالم اللي كتحس به او داك الوجع هو وجع ديال الفراغ وعدم اليقين. انت خايف من المستقبل اللي ما بقاتش فيه ديك القصه اللي كنتي عايشها مع فلان او فلانه، والحقيقه هي انك كتحزن على النسخه ديالك اللي كانت فرحانه معاه ماشي عليه هو شخصيا. كاين ناس كيتفارقوا كيتخطاو في شهور، وكاين ناس كيبقاو سنين هما غارقين في الالم. علاش؟ حيت كاين اخطاء انت كديرهم بلا ما تشعر وكتخلي الجرح ديالك ما يتشافاش. بحالاش اخويا؟ عتقنا انا راه باغي نبرا باغي نرتاح، ولكن قلبي ما مخلينيش. عطيني الحل، حيت راه تخيل معايا رانا تنمونطي هذا الفيديو اخي الباترون وكنحس باللي ما كاينش المعنى وتنحس بالفراغ. عطيني الحل اخي، وتنفكر فيها 24 ل 24. المشكله ماشي في قلبك، المشكله في السلوك ديالك. غادي نعطيك 3 ديال المسائل اللي لا حيدتيهم غادي تخرج من باب واسع وغتولي تقول اللي بغى يمشي على باب وسع من كتافو. اول حاجه وهي المراقبه الرقميه. كل كليك كل سيرش كديرها على البروفيل ديالو هي عباره على حكه بالجهد لواحد الجرحه اللي يلاه باغا تجمع، كتعطي لدماغك اشارات كاذبه باللي راه باقي امل، وهنا كترجع عداد التعافي للصفر. ثاني حاجه وهي السؤال عليه، كتبقى تسول عليه وعلى حياته كيف دايره بلا بيك، وهذا الشيء بالضبط كيزيد يعمق الارتباط المرضي في دماغك. وثالث حاجه بيني وبينكم وهي المقارنه. فاش كتبقى تشوفو ناشط او كتشوفها ناشطه او مع ناس جداد كتحس باللي انت راه رخيص وباللي هو نساك دغيا، وهذا هو السم اللي كتشربو وهو اللي كيقتل لك تقديرك لراسك. ايوا اسمعني مزيان وسمعيني مزيان، انت عند بالك كتحاول تداوي الجرح، ولكن انت في نفس الوقت كتهز موس وكتبقى تشرطو كل نهار بهاد الافعال. دونك الا بغيتي تبرا خاصك تحط الموس، والنسيان كيبدا بالقطع الكامل وماشي بالتدريج. قطع عليا هاد الافعال وقول في راسك اللي بغى يمشي راه الطريق. وواحد الهضره بغيت نقولها لكم كمستملحه في هاد الفيديو ولكن مهمه بزاف. إلا بغاتك راه بغاتك، ولا بغاك راه بغاك، والعكس صحيح. من بعد الفراق كتجي اصعب مرحله، وهي فاش كيدوز شهر او شهرين وفجاه كتلقى راسك عندك الوقت بزاف ديال الوقت اللي انت ما عارف ما دير به. ومن واحد الناحيه بصح اخي راه هذه هي المرحله اللي كنحس بها باللي كيولي عندي واحد التفكير زايد وواحد الاوفر ثينكين لواحد الدرجه راه لا يمكن. وتماما اخاي مول المونتاج، الدماغ كيكره الفراغ، وفاش ما كيلقى ما يدير كيمشي يقلب في الارشيف وكيبدا يحلل ويقول في راسو علاش قالت لي هكاك، علاش قال لي هكاك، وانا غير درت هكا وما درتش هكا. الفراغ هو اللي كيوصل بنادم لاكتئاب خفيف او فقدان المعنى، وكتولي تحس باللي حياتك باهته وراهينه بداك الشخص وما كاين حتى شي حاجه كتنشطك. هاد الفراغ سيدي هو فخ، الا ما عمرتيش بحوايج حقيقيه غادي يعمر بوحدو باوهام، غادي تزيد تغرقك في الالم والحزن. وهاد الصمت اللي كتحس به دابا هو اللحظه فاش خاصك تبدا تسمع لصوتك انت ماشي لصوت الماضي. اسمع لراسك شنو تيقول ليك. سمعني مزيان وسمعيني مزيان، الفراق ما كيحطمكش، الفراق غير كيبين ليك فين كنتي انت اصلا. على ما سمعت منك اخاي مول المونتاج وانت اللي كتفرج فيا ايضا، على ما بان ليا انت ما تنظنش كنتي مزيان، كنتي معتمد كليا على داك الشخص. دونك واش كنتي داير هذاك الشخص هو مركز الكون ديالك؟ غتقول لي غادي نقول لك واش كنتي هامل صحتك وخدمتك واحلامك وصحابك غير باش ترضيه؟ غالبا غادي تقول لي واش كنتي كتحس باللي انت ناقص؟ الا ما كانش هو وغالبا غادي تقول لي الفراق عباره على مرايه كيبين ليك باللي كنتي باني حياتك فوق الرمله ماشي فوق السيمه. الوجع الكبير اللي كتحس به دابا هو دليل بلي الهويه ديالك كانت في السجن، والفراق جا باش يرجع لك هويتك. واخا انا عارف بلي هادشي اللي تنقول لكم صعيب يطبق وطريقه قاصحه بالجهد، ولكن
انا غادي نعطيكم اللاصق كيفاش تخطى وتمشي بعيد بكل سهوله. شوف اخي الباترون، شكرا بزاف على هادشي كامل اللي قلتي ليا. دابا الله يسهل عليك، عطيني غير شي طريقه ولا عطيني شي قالب ولا شي حاجه باش نخرج من هذا الاحساس. راني عييت والله الا عييت اخي الباترون. واخا سيدي غادي نعطيك خطوات عمليه، ولكن بغيتك ديرهم او ديريهم بقلب بارد، وكنأكد لك باللي غادي تخرج من هاد الدوامه بحال شي سبع، وانت ايضا بطبيعه الحال تخرجي بحال شي سبعه. اول حاجه سيدي وهي قاعده قطع الاتصال. ما ديرش داك البلوك الطفولي، لا، بغيتك دير واحد الاختفاء ناضج. حيدو او حيديه من كاع المنصات، مسح نمرتو، حيد تصاور، واهم حاجه ما ديرش هاد الشيء حيت انت حاقد عليه، ولكن حيت انت كتعالج راسك بكل بساطه. الدماغ محتاج للصمت باش يعاود يتبرمج كيميائيا، واي ميساج ولا اي شوفه هي انتكاسه كترجعك للصفر. دونك ورق لي على الكبده وما تمشيش تقلب عليه. ثاني حاجه وهي قبل الالم وما تهربش منه. الا بغيتي تبكي بكي، الا بغيتي تغوش غوش. الالم ضروري باش الدماغ يعرف باللي كاينه نهايه، والهروب للمخدرات والعلاقات العابره وحده اخرى هو غير بنج غادي يسكت لك الوجع مؤقتا وغادي يخليه يرجع ليك اكثر من الاول، دونك بلا ما تحاول ديرها. ثالث حاجه وهي تيك كونترول، رجع السيطره. دماغك يحس باللي فقد السيطره بطبيعه الحال، رجعها ليه بابسط الحوايج. دير سيدي شي روتين جديد، فيق في نفس الوقت كل نهار، دير الرياضه باش تطلع السيروتونين طبيعيا، وركز في خدمتك كأن حياتك متوقفه عليها خدمتك. رابعا ما تقلبش على بديل بسرعه. اكبر غلط اللي تقدر ديرو او ديريه هو تداوي جرح بجرح اخر. غادي تخربق راسك وغادي تظلم بنادم اخر معاك، وغادي تلقى راسك كتقارن بين القديم والجديد. اللي بغيت منك هو تعطي راسك الوقت باش تكون كامل بوحدك بلا ما تدخل واحد اخر لحياتك. ولكن دابا الصراحه المشكل في هادشي وهو انني كنحس براسي والو بلا بها. وفاهمك اخاي مول المونتاج وحاسبك سيدي، ولكن صبر معايا. بغيتك ترجع سيدي للهوايات اللي خليتي، رجع للاحلام اللي كنتي كتقول ما عنديش ليها الوقت وما عندي كندير نوصل ليها. ابدا صاوب نسخه من راسك اللي تكون فخوره براسها وما تحتاج شي واحد يصفق لها ويقول لها انت واعره. والهدف ديالنا هنا هو تولي انت هو الشخص اللي كنتي كتقلب عليه في الناس الاخرين. بزاف ديال الناس كيسولوني وكيقولوا لي واش فعلا غيقدر يجي شي نهار ونكون نسيتها او نسيتو ونسى كل شيء. وبصح زعما كاين امل اننا ننساو. سأكون معك صادقا، الدماغ ما كيمسحش الذكريات العميقة. داك الشخص غادي يبقى ديما في الملف ديال الارشيف ديالك، ولكن اللي غادي يتبدل هو الاحساس المرتبط بداك الملف، وهذا هو اللابق. هذه هي اللعيبه اللي تنخدموا عليها باش نحلوا المشكل. الذكريات ديالك معاها او معاه هي فقط جرح دابا، وغدا غادي تولي ندبه قديمه كتشوفها وكتعرف باللي كنتي تما مجروح وصافي، ولكن ما بقاتش كتضرك فاش كتقيسها. غيجي واحد النهار اللي غادي تسمع سميتها او تشوفها في الزنقه، والعكس غتبتسم واحد الابتسامه خفيفه، ماشي حيت انت بغيتي ترجع ليه او ليها، ولكن حيت صالحتي مع داك الدرس اللي علموا ليك. النسيان الحقيقي هو اللامبالاه، ماشي هو مسح الذاكره. وفي الاخير خاصك تفهم واحد الحاجه، الفراق ماشي نهايه العالم، هو بدايه العالم ديالك انت. هو عمليه فلتره كيديرها لك الله سبحانه وتعالى باش يحيد من طريقك الناس اللي ما غاديش يكملوا معاك في الطريق طويله او الطريق الحقيقيه ديال الحياه الزوجيه وما الى ذلك. اما غادي تختار تبقى عايش في الماضي وتحاول تحيد التهامده، ولا غادي تختار تولد من جديد وتختار تكون انت هو داك الغربال اللي كيطيح الرمله وكيخلي الذهب. وقبل ما نمشي كالعاده عندي لكم جوج توصيات باش تزيدوا تفهموا دماغكم وتفهموا راسكم مزيان. اول حاجه وهي كتاب لن تؤذيني ديال ديفيد كوغنز. هذا الكتاب فعلا غادي يعلمك وغادي تفهم منه كيفاش تعيش حياتك بالرغم من الصدمات والصعوبات اللي تقدر تواجهها، وفعلا فيه السيره ديال ديفيد كوغنز واللي بالنسبه لي انا انسبايرين ديال بصح. ثانيا وهو فيلم فايت كلوب. انا عارف بلي هذا الفيلم ديجا ريكومونديتو لكم، ولكن بما انه عنده علاقه بموضوع الفيديو فمن الاحسن تمشيو تفرجوا فيه الناس اللي ما عمرهم تفرجوا فيه. وهذا الفيلم غادي يوريك باللي انت ماشي هو داكشي اللي كتملك، وماشي هو العلاقات اللي عندك مع الناس، بل هو داكشي اللي كيبقى فاش كلشي كيتحطم حداك. وبلاتي كالعاده شعارنا ديما وهو كول ووكل. الفيديو الجاي غادي يكون واحد من هاد العناوين، اختاروا كتبوا في كومونتير وتقدر تربح 500 درهم. المهم الاخوان وصلنا لنهايه الفيديو. الا عجبك الفيديو ما تنساش دير لي واحد لايك. الا كنتي اول مره كتشوف
كتشوفني بغض دابا دير لي واحد سبسكرايب وفعل الجرس، وايضا ما تنساش تكتب لي شي كومونتير زوين ولا تصحح لي شي حاجه قلتها غلط، وما تنساش تشارك الفيديو مع شي واحد كتظن باللي فعلا يقدر يعجبه ولا يقدر ينفعه. كان معكم الباترون، بيس.